أكلتنا لليوم حلا من أفخر الأنواع بدون فرن، مثل ما أنتم شايفين يا صبايا. 4 أنواع و4 مكونات، 4 أصناف. هيدا أول صنف عملته ببسكوت ومغطيته بالشوكولا. هيدا برش جوز الهند ومحشي باللوز. وهيدا بالبسكوت على كاكاو. وهيدا بالتمر بالعجوي يعني مغطى بالسمسم. بلش انا وياكم بالبرش جوز الهند. حطينا نصف كوب حليب ناشف، نصف كوب سكر، ملعقة صغيرة زبدة، نصف كوب حليب سائل، وحطيناها بس على النار شوي كرمال يدوب الخليط، ما بدنا اياهم يغلوا. ونحط فوقهم كوبين جوز الهند الناعم، نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. مثل ما انتم شايفين بنشكل بهالطريقة، وبنحط اللوزة بالنص ونغطيها برش جوز الهند. طبعا المكون الثاني 150 جرام من البسكوت مطحون، ملعقتين كبار من الكاكاو، ملعقة صغيرة من نسكافيه، ربع علبة قشطة، وربع علبة حليب مكثف. كمان خلطناهم مع بعض وكورناهم، وهودي هالمرة رح نغطون نغلفهم بالشوكولا. بدي يا صبايا دعمكن، شيروا الفيديو وعملوا لايك، عملوا كومنت. هون الشوكولا نوتيلا، حطينا زيت نباتي لنرخي شوي شوكولا كرمال نقدر نغلف الكرات بالشوكولا. هيدا تاني صنف، بنحط شوي بالبراد، بنرجع منزينه بهالطريقة، نخليه شوي لينشف، نرجع منزينه بهالطريقة. اوكي، ثالث صنف يا صبايا هو عبارة عن معجون التمر، وربع كباية بسكوت مطحون، وربع كباية حليب محمص على النار، نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة، ملعقة كبيرة سمن، وملعقة كبيرة قشطة. كمان هون بنخلطهم مع بعض وبنكورهم مثل ما انتم شايفين، بنغلفها بالسمسم المحمص. هذا بيكون ثالث صنف معنا. الصنف الرابع منا 10 حبات بسكوت على كاكاو، ملعقتين قشطة، ملعقتين حليب مكثف، وبنشكلها وبنغطيها ببسكوت المطحون وصحتين، وجربوها.